في حاجة غامضة دلوقتي بتتحضر للشرق الأوسط، هتغير من خريطة المنطقة بالكامل. عايزين يصفوا فلسطين باتفاق سلام. ترامب ونتنياهو اتفقوا مع بعض أخيرا على وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب تماما خلال أسبوعين، بس التمن وراه ده ممكن يبقى كبير وصعب، ومحدش كان متخيل إنه هيحصل بالشكل ده. تعالى بقى معايا احكي لك خلال ال 48 ساعة اللي فاتوا ايه اللي حصل وايه هو الاتفاق وازاي هيغير خريطة الشرق الاوسط للابد. وخد بالك اني هنا بنقل لك الخبر المتداول في الصحافة الامريكية والعبرية مش اكتر، وبأكبر قدر ممكن من الحيادية والتبسيط. يعني ده مش كلام أنا ولا بقول إنه هيحصل بالفعل بالشكل ده مجرد تفريغ للاتفاقات اللي هم عايزين يعملوها مش أكتر من كده. شوف يا سيدي، امبارح كان في مكالمة تليفونية حصلت بين ترامب ونتنياهو ووزير الخارجية الأمريكا ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية رون ديرمان. والمكالمة دي اتفقوا فيها على تطورات جديدة وخطيرة جدا هيشتغلوا على تحقيقها في الشرق الأوسط خلال الكام يوم الجايين. الاتفاقات دي كلها هتتم بشكل مباشر خلال القمة ما بين ترامب ونتنياهو، وهيتم تنفيذها بشكل مباشر ما بين ستيف ويتكوف مبعوث واشنطن الجديد في الشرق الأوسط بدون أي وساطة مصرية أو قطرية. يعني باختصار تفاوض مباشر مع المقاومة الفلسطينية وبعض دول الشام لإنهاء الحرب مقابل بعض الشروط. الشروط دي بقى واللي اتسربت من البيت الأبيض للإعلام واتكلمت عنها صحيفة إسرائيل هيوم في تقرير 12 امبارح بتقول حاجة صادمة. بتقول ايه؟ اول حاجة الحرب في غزة هتقف وحماس هتطلق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقيين وقيادتهم هيتم إخراجهم من القطاع تماما وإبعادهم لدول تانية في سبيل تحقيق تسوية إقليمية للصراع في المنطقة. اتنين، في المقابل غزة مش هتبقى تحت سيطرة الفلسطينيين بل هيتم إعطاء إدارة القطاع لتحالف من 4 دول عربية، وحسب تقرير إسرائيل هيوم فهم عايزين يكون ما بينهم مصر والإمارات، علما بأن مصر مش موافقة على أي حاجة من الكلام ده، خلي بالك، وتحت إشراف دولي أمريكي وإسرائيلي. طب والضفة؟ هنا بقى الصدمة التانية اللي هتقلب موازين المنطقة بالكامل. ترامب اعترف بتوسيع السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية ووافق رسميا على سيادة إسرائيلية جزئية على الضفة الغربية، وده معناه بالعربي كده إن أمريكا هتسمح لإسرائيل بضم أجزاء من الضفة ليها بس بطريقة دبلوماسية تخلي الموضوع شكله كويس قدام العالم. يعني هيوسعوا حدود إسرائيل نفسها ومش بس في الضفة. إزاي؟ خد بقى التقيلة، أمريكا وإسرائيل بيشتغلوا على توسيع اتفاقيات إبراهام اللي بدأت سنة 2020 بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، بس المرة دي عايزين يضموا ليها دول جديدة هي سوريا ولبنان والسعودية. أمريكا بالفعل بدأت تقدم إغراءات ضخمة للدول دي مقابل التطبيع، أولها رفع العقوبات عن سوريا وإعادة أعمارها ومساعدتها اقتصاديا بالإضافة لاستثمارات ضخمة وبرنامج إنترنت فضائي من ستارلينك اللي طبعا بيملكها إيلون ماسك. أما بالنسبة للبنان هيساهم في إعادتها بشكل أكبر للاقتصاد العالمي، ودلوقتي بالفعل أمريكا بتشتغل على بناء تاني أكبر سفارة ليها في الشرق الأوسط في بيروت. وده معناه إيه؟ معناه إن الاتفاق ده لو اتنفذ فعلا بالشكل اللي بتتكلم عنه الصحافة العالمية دلوقتي فهو مش هيكون مجرد إنهاء حرب، لا ده إعادة هندسة شاملة للمنطقة بالكامل. حدود إسرائيل نفسها هتتوسع عشان دلوقتي الصهاينة مسيطرين على الجزء الجنوبي من سوريا ومسيطرين على مناطق تانية من لبنان. لو الاتفاق تم فده هيكون معناه برضو ان المناطق دي غالبا هتنضم للسيادة الإسرائيلية، بس ده مش مؤكد. لكن لو حصل فكده هتبقى خريطة الشرق الأوسط اللي عرفناها طول عمرنا هتتغير، والحدود والسياسات والتحالفات اللي كانت موجودة قبل كده وحتى هويتنا كشعوب المنطقة كل ده هيتغير بشكل جذري. النفوذ الإيراني في المنطقة هيتم خنقه وإغلاق جبهات محور المقاومة بشكل شبه كامل، والسلاح السياسي هيتم نزعه من إيد إيران. طب والسعودية؟ المملكة كانت قالت قبل كده رسميا إنها مستحيل توافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل إلا بعد إقامة دولة فلسطينية، وعشان كده إسرائيل قالت إنها مستعدة تناقش مشروع حل الدولتين بالفعل ضمن إطار الاتفاق الجديد. لكن حتى لو تم حل الدولتين فعلا فبالشكل ده ما تبقى من فلسطين التاريخية هيتم إعادة ترسيمه من جديد، وغالبا الدولة الفلسطينية دي لو تم إعلانها فعلا هتبقى دولة غير مركزية أو متفرقة لمناطق صغيرة في وسط دولة احتلال كبيرة وهتكون منزوعة السلاح. وبرغم إن لحد دلوقتي مصر لسه مش موافقة على الكلام ده ومتمسكة بإنهاء الصراع من خلال حل الدولتين
وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، إلا إن التحركات دي للأسف تأثيرها ممكن يكون أخطر من أي حرب. اللي بيحصل دلوقتي لو تم تمريره فعلا هيكون عبارة عن إعادة صياغة كاملة لمستقبل المنطقة، ممكن تخلي فلسطين زي ما كنا نعرفها مجرد تاريخ. فهل ده هيكون اتفاق سلام فعلا، ولا إعلان نهاية لفلسطين بس بصيغة قانونية؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.